حبايب قلبي، صباحكم فل ونهاركم قشطه كده ان شاء الله. جمعه مباركه عليكم. جاهزين بقى؟ بصوا، يلا بينا نعمل، او لا مش نعمل بقى، نحط كده في البولات اجمل ايس كريم معانا. بصوا بقى، يعني عايزه اقول لك طلع روعه. بصي، متماسك وجميل وتحفه بجد بجد جميل، هيعجبك جدا. انا اول مره اعمله في القناه، بس بجد حلو قوي. يلا بينا بقى نجيب الكاسات الحلوه بتاعتنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. ونمسك بقى البوله بتاعتنا. انا ما عنديش يا جماعه حقيقي بتاعه الايس كريم، اللي هي بنطلع بيها الايس كريم، فقلت اتصرف بقى. هو الجيش قال لك اتصرف، فممكن نعمل ايه بقى؟ انا عندي دي ممكن نعمل بيها، وعندي دي ممكن نعمل بيها كذا حاجه يعني، فقلت اجرب كده معاكم. تعالوا كده، اول حاجه بصوا يا جماعه، يعني بصوا التماسك بتاعه، بصوا هو جامد ازاي. نحاول كده بقى نطلع. لا، شكل دي كده مش نافعه، نجيب واحده تانية اهو. وعادي ممكن نطلعه عادي من غير اي حاجه، مفيش مشكله، بس انا عايزه اعمل الشكل الدائري بتاعه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه التماسك بتاعه، انا صراحه قلت مش هيبقى متماسك، لكن لا، طالع روعه يعني. حتى انت لو تلاحظي انا بطلع منه ايه يعني، يعني متماسك قوي باين عليه. تمام اهو. نطلع كده. بس حقيقي مفيش حاجه في البيت ما بتنفعش بتاعه الايس كريم دي بجد. يعني انا كنت فاكره ان هي مش مهمه، لكن لا، مهمه جدا. الايس كريم ده بقى اتعمل بمكونين حاجه بسيطه جدا. البيزك بتاع اي البيزك يا جماعه، اللي هو الاساس بتاع اي ايس كريم، اللي هو الكريم شانتيه مضروب بقى بلبن او بميه. هنا خلاص حطيته في الكاسات. هحط عليه بقى شويه مانجا كده، عشان يعني ايه، شويه حركات كده اعرفك ان هو معمول بالمانجا. وبعد كده عملنا ايه، جبت باكو من الكريم، باكو من الجيلي، وحطيت عليه بس كوبايه ميه كده. وبعد ما ضربت الكريم شانتيه قمت ضايفه له مع المانجايه الجميله دي. وبقى عندنا اجمل ايس كريم. مش عايزه اقول لك يا جماعه طالع ازاي، بجد بجد روعه، جميل جدا اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. عايزه ادوقه معاكي. مم. تحفه 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 تحفه. يلا بينا بقى نشوف الفيديو الجميل ده اتعمل ازاي. يلا بينا. نسيت اقول لك، اوعي تنسي الشير واللايك والكومنتس. اوعي تنسي يا جماعه اللايك، مش بفلوس، ببلاش، ليه بتنسوا تحطوه؟ يلا بينا على الفيديو. طيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين، حر الصيف جامد جدا يا جماعه علينا، والصيف مش راضي يخلص، وبقينا في شهر 9 وبرده مفيش فايده. لا يا نهى، انت طول الصيف ما عملتيش ايس كريم. يلا بينا قومي اعملي ايس كريم، ونشوف نتيجته هتطلع عامله ازاي. هيطلع حلو ولا هيكسفك ولا ايه؟ هنشوف في اخر الفيديو كده. يا رب يا مسهل ان شاء الله يطلع جميل معاكم. طيب، مكونات ايه اللي انت هتستخدميها؟ انا النهارده هعمله بالمانجا، قطع المانجا، وهعمله طبعا كريم شانتيه، ده اساسي معانا، ده البيزك بتاع اي ايس كريم. وهعمله باللي انتوا شايفينه معايا ده، جيلي كوكس، ده طبعا من افضل انواع الجيلي. هنجربه برضو بيه، وهنجرب كده مع بعض. ويلا بينا نبتدي الخطوة الاولى. هنفتح. انا هستخدم باكوين من الجيلي زي ما انت شايفة كده اهو. عايزه تعملي بقى بالفراوله، عايزه تعملي بالاناناس، يعني زي ما انت عايزه براحتك. انا عشان هعمل مانجا ف... فهعمله بايه، بالجيلي المانجا. تمام كده. هنجيب بقى ايه البرطمان بتاعنا او البوله بتاعتك او ايا كان، تحسبا بقى لحسن يفرقع معانا ولا اي حاجه. انتوا عارفين الحركات اللي بتحصل في التصوير. هحط كده طبق واحط عليه. افتح بقى باكو الجيلي كده معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل باول باكو. تمام كده. هو الجيلي ده طبعا كل جيلي بيبقى مكتوب عليه الطريقه بتاعته. في بيتضاف له كوبايه ميه ساقعه وكوبايه مغليه، في بيتضاف له مغلي بس، ده بيتضاف له مغلي بس اهو. والنوع ده طبعا زي ما قلت لك هو من افضل الانواع اللي موجوده في السوق. هنزل بالباكو التاني. كل باكو بياخد يعني 500 مللي من الميه، يعني كوبايتين ميه، مجين ميه كده. تمام اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بيه بقى ايه بالميه المغليه بتاعتنا. انا طبعا غاليه الميه في الكاتل. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم هنزل باربع كوبايات، بس انا عشان يطلع مش خفيف قوي هنزل بتلاتة ونص. 2 3، خليهم 3 يا جماعه، خليهم 3 لحسن تكون المج كبير ولا حاجه، فايه تحسبا لاي حاجه يعني. نزلنا بثلاث كوبايات من الايه، من الميه المغليه. طبعا هنقلب كده زي ما انت شايفه.
دي اول خطوه معانا تعتبر خلصت خلاص. ممكن بقى ايه اضيف كده 2 من السكر. ده السكر اللي هو سكر دايت يعني، عشان احنا عاملين طبعا دايت انتوا عارفين، مهم جدا سكر الدايت. يعني اعملي الوصفه بص خربي الدنيا وزودي كل حاجه، بس سكر الدايت ده عشان ايه يبقى ضميرنا بس ايه مرضي واحنا بنعمل اهو. بس كده عشان ايه ما يبقاش مسكر قوي معانا. هتقلبيه وهنخليه على جنب كده. الخطوه الاولى خلصت معانا، نحطها بقى كده ايه على جنب. هنجيب بقى الخطوه الثانيه معانا، وهي ايه الخطوه الثانيه معانا؟ اللي هي هجيب واقطع المانجا معاكم واوريكي بقى طريقه تقطيع المانجا. سهله جدا ومبسطه وما فيهاش اي حاجه. اهو كده البطل معانا النهارده المانجايه الجميله دي، وفي لسه مانجايه تانية مطلعها بس من الفريزر تفك شويه. هنمسك بقى المانجايه الحلوه دي كده ونقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. دي يا جماعه اسهل طريقه واحسن طريقه لتقطيع المانجا، زي ما انت شايفه كده. تعمليها بقى بالطول اهو، وتقومي ايه بالعرض. ايه رايك بقى؟ ايه رايك في الجمال ده؟ فظيعه يا جماعه فظيعه، يعني ربنا يستر ما اكلهاش بس وانا بقطعها. جيب كده بقى معلقه، نزلي بقى كل اللي جواها اهو. حتى الطريقه دي يا جماعه حلوه جدا لو انت عندك ضيوف بقى وفاهمه مش عارفين بقى ياكلوا المانجا عشان الحوسه اللي بتحصل من المانجا. لا الطريقه دي حلوه وسهله وجميله وما فيهاش اي حاجه. وبرده ممكن تعمليها عصير. المانجا دي يا جماعه نعومي، عايزه اقول لك من افضل انواع المانجا، حلوه جدا وفيها لحم كتير. هنكمل التقطيع كده اهو. نفس الكلام. دي بس حته هنشيلها، دي حته من المانجا نفسها يعني، بس عشان غامقه شويه فانا هشيلها. وهنجيب كده وهنزلها برضو بالشكل ده كده معاكم اهو. تبقى سهله جدا. المانجا دي طبعا اللي انا هضيفها للكريم شانتيه بعد ما اعمله، عشان يبقى عندنا البيزك الاساسي ايه لايس كريم المانجا، ونقوم ضايفين له الجيلي بس وخلص الايس كريم على كده. طريقه سهله جميله ما فيهاش اي حاجه. وبصي بسم الله ما شاء الله المانجا رمت معايا كتير ازاي. خلاص كده قطعت المانجا بقى وطلعت كمان اللي هي الفريزر وهي متجمده زي ما انت شايفه. ده اهم حاجه لنجاح الوصفه، ان تبقى الفاكهه اللي انت بتعمليها تكون ايه مجمده زي ما انت شايفه كده. هحطها بقى كده على جنب، واجيب البوله بتاعتي اللي انا هعمل فيها الايه الكريم شانتيه، اللي هي البيزك الاساسي لاي ايس كريم بيتعمل. الكريم شانتيه ده اساسي اهو. هتجيبيه بقى خام، هتجيبيه بسكر بس الاحسن الخام. هتجيبيه اكياس ماشي، بس انا بجيبه من عند العطار كده، بعمل اكياس صغيره كده من عند العطار تكفي الوصفه اللي انا هعملها. هنحط كله. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي طبعا ميه مثلجه في الفريزر. عايزه تعمليه بلبن ماشي، بس انا هعمله بميه. ما عنديش لبن مثلج، اللبن لسه سخن يعني. هحط حوالي ايه اقل من نصها تلتها كده، ونجرب بقى نضرب مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هنزل عليه كده بايه بحبه من السكر، عشان زي ما قلت لكم هو خام، فعشان برضو يبقى طعمه مسكر شويه. بس مش هكتر لان لسه فيه المانجا ولسه فيه الجيلي اهو. وهحط باكو من الفانيليا. عندك حليب مكثف حطي، بس انا ما عنديش. وابداي اضربيه تاني. بس معلش هقفل صوت بس الفيديو عشان ايه الصوت ما يزعجكوش. في الخطوه دي بقى خلاص هو وصل للقوام اللي انت شايفاه ده كده. القوام ده جميل، بس لسه هبدا انزل المانجا بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، وابدا ان انا اضربه تاني. هنا بقى ده الجيلي اللي انا عملته معاكم من شويه. هبدا ان انا اضيف فيه واحده واحده كده واضرب بالمضرب.
هو اهو خلاص بالشكل اللي انتوا شايفينه، طبعا لسه ما جمدش قوي. هبدا بقى ان انا افرغه في العلب بتاعتي وادخله الفريزر 3 4 ساعات كده، ونبدا ان احنا نقدمه مع بعض. اهو هصبه بالشكل ده معاكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في قطع المانجا بقى عايزه اقول لك روعه، ان شاء الله يطلع جميل كده. انتظريني بقى ما يطلع من الفريزر.